على سلامتكم يا جماعة. جيتكم اليوم من بلاصة في تونس ليها معزة خاصة في قلبي، بلاصة مزيانة في عينين الزوار. اي نعم، جيتكم من جربة. معاكم فضيلة رياحي من بودكاست صوت جربة على منصة موجة. حاب نشارك معاكم العديد من المواضيع اللي تهم كل الفئات، واليوم في أول حلقة لي في بودكاست صوت جربة باش نحكي لكم على مشكل كبير في جربتنا البيئة. جربة العزيزة على أهلها وزوارها تعاني اليوم من مشكل النقل العمومي. كل بلاصة تبعد على الثانية كيلومترات، يعني كان بتحوس وتتفرهد بتصرف فلوسك على التاكسيات وما تلقاهاش، وكان بتستحفظ راهو بتتحرم من شتوتها وبحوراتها. النقل العمومي هو حق من حقوق المواطن، مش مزية، يساعد في تحسين القدرة الشرائية من جهة، كما يحافظ على البيئة من جهة أخرى. كيف نقول نقل عمومي؟ نقول نقل مدرسي، نقل سياحي، نقول نقل مسترسل، يعني نقل في أوقات متعددة. مشكل النقل العمومي في جربة يزيد مع بداية كل موسم دراسي، واللي ولا هاجس عند بعض الأهالي. اليوم تلقى تلامذة تستنى في الشموسات بالشكيرة، واللي تجري في الفجورات باش تخلط على الكار اللي ما عندهاش موعد محدد. أنا كمربية كناشطة في المجتمع المدني حب نعرف وين المشكل بالضبط. هل هو نقص في وسائل النقل أو سوء في توزيعها؟ المواطن في جربة في عصر التكنولوجيا شغل الشاغل كيفاش يوصل الخدمة بكري، كيفاش صغيره يمشي ويروح من القراية في الوقت، يخمم زادة كيفاش يعدي السيف وسخانته وهو يستنى في تاكسي اللي بطبيعتهم ينقرضوا مع وقت البحورات ووقت وجود السياح. علاش المواطن ديما يدفع الضريبة؟ يدفعها كواجب للدولة، ويدفعها كيف يتحرم من نقل عمومي اللي هو حق من حقوقه. شكون ما تطيشش في السخانة وفي البرد وفي المطر وهو يستنى في الكار، جت ما جتش. وزيد في جربة عندنا محطات في الخلال مخلي. خلونا نوقفوا لجربتنا ونلقوا حل للنقل العمومي اللي كاد يكون كارثي. اليوم العديد من البلدان وقفوا لها المشكل بالمرصاد، وكانت قدوة لغيرها. وأنا كمواطنة حاب نعرف الكار وقتاش تخرج بالضبط باش نخرج في وقتها. علاش نقعدوا نستنوا سوية ونبدو نسألوا في بعضنا يا أخي الكار تعدت؟ وأنا كمربية وبحكم خدمتي نمشي لدورات وبعثات، وآخر مرة مشيت فيها لإسطنبول ما نحكي لكمش على تجربتي مع النقل غادي. وسائل النقل متعددة، ومش ممكن المواطن يوقف في المحطة وما يعرفش الكار أو المترو وقتاش بيجي. وزيد عاملين في كل محطة شاشة فيها الكيران وقتاش تتعدى وقداش مازالها باش توصل. تركيا كانت كيف أي دولة حاولت واجتهدت وتطورت ونجحت، وفي يوم من الأيام النقل في تركيا كان يمثل أزمة، لكن سرعان ما تجاوزوها. وفي مدينة اسطنبول اليوم كل درج ثم نقل، وتختار اللي يساعدك، كار، مترو، تاكسي جماعي، نقل يحترم المواطن. علاش ما نبدوش نصلحوا وننوعوا النقل العمومي؟ وإن شاء الله تكون جزيرتنا مثال لبقية الجهات في تونس. نقل أسرع يعني عيشة أسهل وأحسن واقتصاد أفضل ومجتمع متطور. حل المشكل النقل هو حل برشا مشاكل. أنا مع التغيير، وانت شاركونا حكاياتكم مع النقل، واستنوني في حلقة جديدة من بودكاست صوت جربة.